16 نهائي. هي مباراة سعى خلالها حامل اللقب الدفاع الحسني الجديد لضمان التأهل وتأكيد الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب، فيما بحث فريق حسنية أكادير عن التعويض بعد بداية متعثرة إن على مستوى البطولة أو الكأس. المباراة عموما لم ترقى لانتظارات الجماهير، إذ طغت عليها الحيطة والحذر من كلا الطرفين. الفريق الجديد حرص على تأمين دفاعه والحفاظ على شباكه خالية من الأهداف بعد تحقيقه الانتصار في مباراة الذهاب، فيما عجز الضيوف عن إيجاد الحلول المناسبة لاختراق التنظيم الدفاعي للجديديين. ومع ذلك فقد كان المحليون أكثر استحواذا على الكرة والأقرب للتهديف بمحاولات كل من لانغولاما وأيوب نناح. خلال الجولة الثانية بدا الفريق الجديد أكثر إصرارا على التسجيل وأكثر تنظيما بمحاولات مسترسلة اتخذت أشكالا متباينة، قبل أن يتمكن أيوب نناح من تسجيل الهدف الوحيد في المباراة مستغلا كرة مرتدة بعد ارتباك واضح أمام الشباك ليجدد فوز الجديديين في الإياب ويمنح بطاقة التأهل لحامل اللقب. أنا راضي على الأداء اللي هم عملوا مجهود خارق، وخاصة بعد الرحلة الشاقة اللي بدأنا بيها ببركان ثم أغادير. يعني كانت رحلة شاقة جدا، خلال 6 أيام بتلعب أو خلال 8 أيام بتلعب 3 مباريات بجانب السفر، بجانب راجع بالأتوبيس ورايح بالطيارة. يعني كتر خيرهم بصراحة وبالأمانة إن هم بيعملوا المجهود ده في ال3 مباريات اللي احنا لعبناهم. يعني كانت تهمنا في هذه المباراة ديال كأس العرش النتيجة أكثر من الأداء. يعني كيف كتعرفي يعني الفريق اللي كينهزم كيتقصى في كاس العرش، يعني كان عندنا واحد الضغط بحكم الفريق ديال الحسني الجديدي هو حامل اللقب الموسم الفارط. يعني كنتمنى في هذا الموسم ثاني نقدموا شي نتيجه ايجابيه اللي يرضيو بها الجمهور ونبقى الكاس ان شاء الله في الدكان ان شاء الله. بالنسبه للمباراه في الحقيقه كانت الشوط الاول ديالها في مدينه اكادير اللي كانت قدمنا واحد مباراه كانت في مستوى على جميع المستويات، وجينا كنا في المقابله ديال في مدينه جديده جينا كنا نعزموا الاراده باش نحققوا ونثبتوا ديك المقابله اللي قمنا بها في اكادير. ساعه لسوء الحظ ما توفقناش. عبور فريق الدفاع الحسني الجديد إلى دور ثمن كأس العرش يعد أول خطوة في الطريق نحو الحفاظ على اللقب، وإقصاء حسنية أكادير يفرض على فعاليات الفريق مراجعة الأوراق وتفادي آثار بداية سلبية على مستوى الدوري والكأس.